اقتنص المقاولون العرب نقطة التعادل في الوقت القاتل من أنياب مضيفه الزمالك بنتيجة من 1-1 على استاد القاهرة في الجولة الثانية للدوري المصري. سجل يوسف إبراهيم أوباما للزمالك في الدقيقة 83، وتعادل أحمد علاء لاعب المقاولون في الدقيقة 90+9. شهد اللقاء جدلا تحكيميا واسعا بعدما رفض الحكم أمين عمر احتساب ضربة جزاء للزمالك بعد تسديدة محمد أشرف روق التي ردها مدافع المقاولون بيده بجانب إلغاء هدف سجله مصطفى شلبي. ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الكولومبي خوان أوسوريو إلى نقطتين، بينما حصل المقاولون على أول نقطة بقيادة مدربه شوقي. غريب فرض الزمالك سيطرته على مجريات الأمور في الدقائق الأولى بعدما استحوذ لاعب الفريق الأبيض على الكرة بفاصل من التمريرات، وأرسل مصطفى شلبي كرة عرضية سريعة أبعدها دفاع المقاولون بسهولة، ونجح المقاولون في الوصول بشكل أكبر لمرمى الزمالك رغم الاستحواذ الأبيض بكرة سريعة لمحمد سالم ثم تسديدة من أوشايا. ورد شلبي بعرضية أخرى أبعدها الدفاع، وجه إيشو لاعب الزمالك تسديدة قوية علت العارضة. ورد المقاولون برأسية من محمد سالم ابتعدت عن المرمى الأبيض بعدة سنتيمترات، وظهر زيزو هجوميا بتسديدة سهلة في يد أبو السعود. سدد حسام عبد المجيد كرة بجوار القائم، وهدأ إيقاع اللقاء مع فاصل من الالتحامات البدنية ولا التمريرات غير المكتملة بين لاعب الفريقين. وأشرك الزمالك لاعبه مصطفى الزناري بدلا من حسام عبد المجيد للإصابة. وجه زيزو تصويبة علت العارضة لينتهي الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل السلبي. ودفع الفريق الأبيض مع بداية الشوط الثاني بمحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روق وإبراهيم نداء بدلا من محمد حسن بيسو وأحمد عبد الرحيم إيشو وحاتم سكري. نشطت الجبهة اليسرى للزمالك بعرضية عبد الشافي التي حولها السيسي في يد حارس المقاولون، وطلب لاعب الزمالك بضربة جزاء بعد لمسة يد ضد لاعب المقاولون أحمد فوزي، لكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة. بعد المشاهدة للعبة بنفسه ونقاش مع حكام تقنية الفيديو، وسجل مصطفى شلبي هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 65 بعد تمريرة متقنة من روق حولها شلبي ببراعة في المرمى، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. الزمالك أشرك قائده محمود عبد الرازق شيكابالا على حساب عمرو السيسي، بينما دفع المقاولون بالثلاثي عماد ميهوب وأمير عابد.